9. هدايات الجزء. أغلب هذا الجزء في ذكر قصة موسى عليه السلام، وهي أطول قصص القرآن، ومن أسباب ذلك تعلقها باليهود ومكرهم، وأن في هذه الأمة من يتشبه بهم. وفيه معاناة موسى مع فرعون، وبيان أن المرء كلما ازدادت معاناته ينبغي أن يزداد قربا من مولاه عز وجل. وفيه إرشاد لأهل المحن أن يستعينوا بالله وأن يصبروا، فالعاقبة للمتقين. وفيه بيان لسعة رحمة الله تعالى، وأن الله تعالى يكتبها لمن يتصف بصفات معينة. وفيه تنبيه على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكر قصة القرية التي كانت حاضرة البحر وما جرى فيها من آيات. وفيه عبرة عظيمة لمن يؤتيه الله تعالى الآيات والعلم ثم ينسلخ من ذلك، وذلك في قصة الرجل من بني إسرائيل. وفيه حديث عن بدء الخلق وعدم نفع المشركين، مع جملة من الآداب والإرشادات لأهل الإيمان حال ذكرهم وعبادتهم. ثم افتتحت سورة الأنفال بما ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان من الصفات والسجايا، وإرشاد لهم إلى الأهم، كما تضمنت الحديث عن غزوة بدر الكبرى وبعض ما جرى فيها من أحداث. قصة آية. روى أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونيف، ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة، ثم مد يديه وعليه رداؤه وإزاره، ثم قال: اللهم أينما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. قال: فما زال يستغيث ربه ويناجيه حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فرده، ثم التزمه من ورائه، ثم قال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. وأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. أرح قلبك بها. الاستماع لكلام الرحمن، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. من أعظم ما يزيد الإيمان الاستماع لآيات الرحمن، فليس الإيمان بالكلام فقط، حتى حال استماعهم يزدادون إيمانا. ولذا أيها القارئ للقرآن، احتسب زيادة إيمان غيرك بتلاوتك للقرآن، واعلم أن من سعادة المرء أن يصرفه الله إلى سماع القرآن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. أفياء الجزء. وألقي السحرة ساجدين، طووا تاريخهم المظلم كله بسجدة. وأعرض عن الجاهلين، كثير من الجدل كان دواؤه ألا تدخل فيه. ثقل ميزانك. عمل اليوم. تذكر اليوم سنة نبوية كنت غافلا عنها ثم طبقها. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. قاعدة قرآنية: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لو آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا صدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله تعالى ظاهرا وباطنا بترك جميع ما حرم الله، لفتح عليهم بركات السماء والأرض، فأرسل السماء عليهم مضرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهم في أخصب عيش وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب ولا كد ولا نصب، ولكنهم لم يؤمنوا ويتقوا، فأخذناهم بما كانوا يكسبون، بالعقوبات والبلايا ونزع البركات وكثرة الآفات. فادعوه بها.
وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ما أهنأ قلب المؤمن إذ يعلم أن الله ناصره ومعينه ونصيره، وأنه المأمول في ذلك كله والمفزع للعبد إذا ألمت به الملمات. ينصر المؤمنين على عدوهم ويحظيهم بولايته الخاصة على قدر اعتصامهم به، ويشملهم بحبه سبحانه ويغدق عليهم من نعمه وإحسانه. كن وقافا عند كتاب الله. دخل رجل على عمر رضي الله عنه فقال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم به، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. حق تلاوته. الاجتماع لمدارسة القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وكان جبريل يدارس القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. فالاجتماع لتلاوة القرآن ومدارسته من السنن والمستحبات العظيمة. مناجاة. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. سؤال اليوم: